كان شيء نتيفه، لو كان شيء نتيفه تذكر فيه احبابك واصدقائك. عدل. لذلك احنا صار لنا فتره وما زلنا راح نكون مستمرين معاكم عن جناح دوله الكويت الان في اكسبو اوساكا في اليابان. نعم. ويبنى لكم شيء من ريحه اليابان. الله. كويتي ريحه اليابان. أي. منو عندنا؟ عندنا عندنا زميلنا اليوم راح يشاركنا حلو. الحدث الكبير اللي صار، المشرف الصراحه لدوله الكويت انها تشارك في اكسبو اليابان. صحيح. 2025. معنا اليوم الزميل عبد الله الطراح، حياك الله. خلينا نعطيه ترحيبه بشكل او باخر. فرقه ليالي الكويت بتزف لنا اليوم صديقنا عبد الله براجع بشوق ولهفتي من اليابان. تفضل عبادي. ترى الجماعه متعنين مسوي لك مقطوعه شطوله بس انت مشيتك كانت سريعه. اي انا احتقت بعد ما ادري الوح وانا المفروض امشي تلوح. حي الله ابن ياب الغيبات او مطول الغيبات ياب الغنايم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم يا رب. شلونك عبد الله؟ والله تمام، مشتاق لكم مثل ما انتم مشتاقين حق الصوايغ. قاعد اسمع من بعيد انه قاعد يتكلمون عن الصوغه. احنا مشتاقين لك قبل الصوغ. قبل الصوغه مشتاق لكم العافيه يا رب. بارك الله فيك. والله مستمتع وانا قاعد اليوم جاي ضيف توتر الضيوف شوي قاعد يحوشني. لا هو راعي مكان. ايوه راعي مكان. نبي نسولف كذي باريحيه عبد الله، يعني ما شاء الله انتم رحتوا كوفد رسمي لتغطيه هذا الحدث الجميل اللي صراحه مفخره للكويت. بالضبط. فكلمنا عن التغطيات اللي صارت وشنو الاجواء اللي صارت. اكيد احنا من وصلنا يعني الى اليابان وخاصه يعني اكسبو اوساكا 2025 السنه، يعني تحضيرات لجناح دوله الكويت صراحه كانت يعني عالميه. بالضبط. وكانت يعني فيها محتوى، فيها تجربه تفاعليه كبيره. فاحنا كوفد من تلفزيون الكويت لما اتجهنا الى اوساكا، طبعا الدرب الناس وايد تسال اليابان، يعني المسافه اكثر صح. من 10 ساعات، كان في تعب اكيد للوصول الى اليابان. لكن لما توصل وتشوف جناح دوله الكويت وتشوف الكويتيين ما شاء الله العاملين كلهم في وزاره الاعلام، الاخوان المنظمين، المنظمات من الشباب والبنات اللي كانوا موجودين، تحس انك خلاص وصلت الديره، وصلت الكويت. شوف عبد الله، يعني من خلال المشاركات العديده في اكسبو، سواء من عام 2015 في ميلان مرورا في الامارات، الان الرحال حط في طوكيو او في اوساكا تحديدا في هناك في اليابان. صحيح. جناح دوله الكويت دائما يكون له الصيت والبروز الاجمل. شو اللي اختلف عن السنوات الماضيه؟ جهود نشوف معالي وزير الاعلام والعاملين ايضا في هذا الجناح، وجودهم وحرص تواجدهم في هذا الحدث على عين المكان يعطي دافع للي موجودين وقيمه ومكانه لهذا الصرح. انا طبعا يعني شهادتي مجروحه بوزاره الاعلام كوني من العاملين فيها، لكن من وصول معالي وزير الاعلام والثقافه السيد الرحمن المطيري قال نشوف هذه اللقطات، احنا هني كنا موجودين. صح. في مثل هذه اللقطات، وايضا المفوض العام لجناح دوله الكويت السيد سالم الوطيان. والمباركه اللي كانت اكيد، وهذا التفويض الرسمي من السيد وكيل قطاع تلفزيون تركي المطيري ابو عبد الله، ما قصر بتوجيهاته بان احنا ننقل كل التفاصيل. وصول معالي وزير الاعلام ما كان فقط ليوم الافتتاح، هو قبل الافتتاح ب3 ايام حضر البروفا الاولى، وايضا حضر البروفا الثانيه، وكان ايضا مع سعاده سفير دوله الكويت لدى اليابان السيد سامي الزمانان. يعني حضوره اعطى تشجيع صراحه لكل ابناء وبناته من العاملين في وزاره الاعلام. ترى المنظمين اللي انتم شفتوهم واحنا قاعدين ناخذ لقاءات معاهم كلهم موظفين داخل الوزاره. صحيح. من قطاعات مختلفه، في منهم اللي بسيارات النقل، في منهم المخرجين، في منهم من الاذاعه، من التلفزيون. فكانت تجربه جديده صراحه عليهم. التوجيهات من معالي الوزير وايضا من السيد المفوض العام هي اللي هيئت وساعدت بانهم اليوم ياخذون راحتهم. كلماته كان انتم كفو، حافز تشجيع الكويت. نعم. بالفعل كان تشجيع حتى لنا احنا بان كاعلاميين ننقل الصوره
المشرفه لدوله الكويت، والحمد لله احنا قدرنا ننقل يعني لليالي الكويتي اللي شفتوه، وايضا الفواصل اللي قاعد تنزل. هذا اللي بنقوله دلال. يعني عبد الله الطراح زميلنا العزيز كان موفد برنامج ليالي الكويت وتلفزيون الكويت في هناك في اوساكا في اكسبو. من خلال وجودك عبد الله هناك، انت حكيت عن الجناح، عن جهود الوزاره ومع الوزير والقيادات في وزاره الاعلام. ابي تفاعل والمنظمين بارك الله في جدال، تفاعل الناس هناك من خلال جناح دوله الكويت. انت كنت راصد في عين المكان، شلون شفت هذا التفاعل من كافه شعوب العالم اللي كانت متواجده في هذا الحدث؟ انا اللي استغربته واللي عجبني ان في شغف وفي معرفه حق دوله الكويت. اليوم مثل هذه المعارض العالميه تساعد اكيد نادر بانه يكون في توجه لدوله معينه. جناح دوله الكويت المميز بصراحه الموقع ماله، يعني هو بين جاره الصين وبين روسيا اعتقد. فيعني احنا كنا اللي قاعد عارف في هاي حق الكويت. إذا شفتوا آخر تقرير نزل يمكن أمس، الفرقة اللي كانت موجودة الشعبية، فنون الكويت الشعبية، ساعدت أيضا بجذب كل الإخوان الموجودين من اليابانيين والصينيين غيرها من الدول. أنا الحين لما كنت موجود قاعد أصور الحين تقارير، أنا فضلت ألبس الدشداش قال لما شفت إقبال اليابانيين وقاعدين يصورون معاي هديت التقارير اللي قاعد أسويها على كتر وقفت لا بس حق التصوير، لأنه هم قاعد يشوفون ثوب كويتي دشداشه، لبس اللي هو يعني رسمي وشعبي. لبس البنات المنظمين اللي ماسكين كل جناح كانوا لابسين ثوب الكويتي، فكانوا مستغربين انه يبون يعرفون هذا الثوب شنو. الكل قاعد يسال وحتى في لولو على الثوب نفسه الكويتي، فكانوا يسالون عن اللبس. ثاني شيء لما يدخلون داخل الجناح في تجربه تفاعليه صراحه مختلفه عن باقي الاجنحه اللي موجوده. تدخل الجناح الكويتي من بدايه الدانه، تشوف ماضي الكويت، رؤيه الكويت المستقبليه، توصل للبيئه الصحراويه، البيئه البحريه. يمكن انتم شفتوا اللقطات اللي كانت قبل شوي. يعني الكل قاعد يتفاعل مع الرمل اللي موجود. في غرفه تفاعليه، شفت لك تقرير عبد الله، في غرفه تفاعليه اللي هي تدخل تلقى كل شيء يعني وكأنه واقع، يعني بمجرد انك تلمس على الجام او الزوايا وتشوف الزواحف وتشوف هذه الامور. هذه انا اعتقد كان عليها اقبال اكثر من زائر يشوف ابدا اعجابه في هذه الغرفه هذه. صحيح، اللي قاعد يدخلون من اليابانيين قاعد يعجبون بهالشيء، طلاب وطالبات المدارس المختلفه اللي قاعدين يتوافدون الى اليابان قاعد يتفاعلون. اذا شفتوا في زحلاقيه موجوده، لان في قسم يتكلم عن حديقه الشهيد، مركز الشيخ جابر الثقافي، الحدائق العامه بالكويت. انا جربت هذه اكثر من مره، قاعد اشوف كبار وصغار قاعد يجربون الزحلاقيه اللي موجوده. فالتفاعل مثل هذه اللقطات اللي داخل جناح الكويتي هو اهم ما يميزها. في غرفة أو قاعة أخيرة اللي هي تتكلم عن الأمنيات. هذه وايد عجبتني صراحة، حسيت ما أدري إذا واصلة هي بالصورة لأنها بالصدق وايد حلوة. إن تقول الأمنية وتصعد فوق، تصعد الأمنية على شكل نجمة تشوفينها، وهذه الأمنيات كلها راح تتجمع بالنهاية وراح يشوفون شنو أكثر أمنية تم تسجيلها. كابتن شنو تمنيت؟ أنا تمنيت إني إن شاء الله دائما أتوفق إلى إني أقدم معك حلقات جميلة بالليالي الكويت. أنا أحب وأنت تعطيني هالكلمتين علشان أبعد عنك الموضوع، لكن قبل أن نسولف عن الأشياء اللي أيضا حضرها لنا أخونا وعزيزنا عبد الله، من ضمن الأشياء أيضا دلال اللي عجبتني أنا من خلال تقاريركم اللي شفناها في جناح الكويت، أيضا المكان وحاجني عنه أكثر، الجانب الخاص بالعنصر النسائي الكويتي. هذا الجانب يعطي أيضا مثال يحتذى فيه بأن المرأة الكويتية معطاءة، بأن المرأة الكويتية منجزة، بأن الدولة احتوت ودعمت المرأة حتى تبوأت العديد من المناصب وحققت العديد من الإنجازات. صحيح، يعني واحد من الجوانب المهمة داخل الجناح تمكين المرأة اللي يعني تحدت الأعراف، التقاليد اللي كانت موجودة. صحيح. وتبوأت مناصب يعني عديدة. شفنا يمكن شخصيات كبيرة، أنا يعني تصفحت المكان الخاص فيها، ماما أنيسة من الشخصيات اللي أكيد نوجه لها تحية اللي كانت موجودة داخل الجناح. بعدها تنتقل إلى الجانب الإنساني الشعبي والرسمي الكويتي. مركز الكويت كعمل تطوعي إنساني كانت وما زالت من 2011 وإلى اليوم. كل هالجوانب قاعد تغطي ايش كثر الكويت هي متميزة في عدة جهات، في عدة أمور قاعد يحاول الجناح انه يركز عليها من خلال يعني قاعة بعد قاعة. الجمهور العالمي كله قاعد يتعرف على دولة الكويت، في اللي ما شاف الكويت هاي للحين أول مرة يشوفها، واللي من الخليجيين إخواننا دائما قاعد اشوفهم والتقي معهم يقولون انتم جناح مميز، جناح يعني منفرد. نحب الكويت
قاعد ندخل الجناح نعيش كأن احنا في الكويت وفي الاماكن المختلفه. حتى اللي رايحين سياحه نادر رايحين مخصوص ترى حق الجناح. صادق. شهاده الكل ما شاء الله الجناح كان فعلا شيء اكثر من رائع. احنا اللي صحيح، شفناه وحتى بعد يوم الافتتاح اذا شفتوا اللقطات اللي تمت، يعني انا بعد بوجه تحيه حق مخرج ومصمم للاستعراض اللي كان الاستاذ عبد الرزاق الصاحب. نعم. والفرقه اللي شفتوها كانه يعني شو عالمي. نعم. شفنا كل الاجانب اللي موجودين، من اليابانيين، من الجنسيات الثانيه، من بحرين. اذا شفتوا شلون الاستعراض تم، هذه هي لقطات من الحفل. صح. يعني البحر، لبس البحاره اللي قبل شلون كانوا لما يسلمون الدانه او اللولو الى معالي وزير الاعلام وايضا الى المفوض العام لجناح دوله الكويت السيد سالم الوطيان، وتشب الدانه الكبيره اللي موجوده خارج المبنى تكون فيعني هذا الاستعراض بصراحه جدا جميل. شوفوا اللقطات يعني هذه، احنا هناك يعني وايد كنا مستمتعين، وان شاء الله يعني ما ادري الصوره قاعد تنقل نفس الاحداث الجميله. وهذه دعوه ترى صراحه حق كل شخص. انا شفت وايد كويتيين موجودين هناك. صحيح. نعم. كانوا مخططين انهم يزورون اليابان بهذه الفتره. نعم. فهم اللي الحين مستمر لشهر 10 اللي عنده خطط سفر خليه يقدر يروح. هو الجميل والاجمل حتما الدعوه جميله ان كل الكويتيين حاضرين لجناح دولتهم اللي هناك في اوساكا في اكسبو اليابان. نعم. والاجمل الشعوب الاخرى تتعرف على الثقافه الكويتيه. أكيد. خصوصا ان هي بالفعل المسمى الخاص بجناح الكويت بمناره المستقبل، من اختار هذا المسمى احسن الاختيار، خصوصا ان احنا الان ننظر الى المستقبل بشكل مثالي. زاد على كذي احنا هذا العام عاصمه الثقافه والاعلام. نعم. في دوله الكويت الجناح من الخارج الرسمه او الهيكل او التصميم كحمامه السلام او جناح حمامه السلام. نعم. تتوسطه الدانه، فرمز الكويت رمز السلام والعمل الانساني والموروث الخاص بالدانه اللي يذكرنا بارث الاباء. نعم. الكويت ما بين الماضي والمستقبل. اكيد ويتم المستقبل. وهذه الدانه ترى انا جبتها معاي. كاهي موجوده على الهواء. وهم جبت لكم كاكاو، هو كويتي، هو من الكويت طلع وراح لجناح الكويت وجبت لكم. هم رد لكم هني بالسلام. اول شيء هذه الدانه، هي المجسم المصغر للدانه العوده اللي موجوده في الجناح. قواك الله. الله يقويك. وهذا الكاكاو تقول لي كاكاو كويتي موجود بالجناح الياباني او في جناح الياباني عشان يعطونا اليابانيين. انت جايب لنا كاكاو كويتي. شوف يعني الكاكاو الياباني لاحق عليه. لا بعد شوي. انا موصيك، بس شوف مكتوب بالياباني. شوف الكويت شلون مكتوب بالياباني. ونادر هم ما ياكلون كاكاو. منو؟ عمرك شفت ياباني يمتين؟ شكرا. ماكو ما شاء الله عندهم لايف ستايل. عندهم المخبوزات سويت والاكل كله سويت. ما شفنا شيء. انا ما راح تشوف بعد شوي. ولا شوف. انا موصيك على سفايف. السياره اليابانيه مالتي جبت لي سفايف. ما جبت السفايف. ما يركب على شغلنا، ما لها صوت هناك السياره. السيارات ما لها صوت. كلها بالكهرباء. كل شيء اي شيء لك رده وما جبت شيء. كل شيء موجود. غير الكاكاو لا، واللي يوزع بالجناح بعد. يعني والله تعبت نفسك بارك الله فيك. والله شوفوا هذا من الاشياء المميزه ترى بالجناح. لما تروحون هناك راح تشوفون، خاصه يعني في قاعه من القاعات هي قاعه الزوار وضيوف جناح دوله الكويت اللي معموله من السد، مكان جدا مميز. صحيح. وبالمقابل لها المطعم الكويتي اللي موجود هناك. انا ترى تعمدت في ايام رحت المطعم بشوف اقبال اليابانيين. نعم. الوجبات ما شاء الله مشابيس لحم ودياي وربيان وغيرها من الامور الكويتيه، خبز عروق. وكان في اقبال من اليابانيين. اي والله دلال يعني تستغربين بان فعلا اليابانيين قاعدين حابين يجربون. نعم. العيش المكبوس الدياي، واشوف في الصحون قاعد خلص يعني بالكامل انا قاعد ومراقب الوضع، بشوف انه فعلا يعجبهم الاكل الكويتي. حتى يعني الاجنحه الخليجيه ما شاء الله اخواننا من الخليج كلهم قاعد يقولون احنا ني الكويت، نحب الكويت بتفاصيلها ونحب مطاعمكم. فيعني تركيز على انه يكون مطعم. حتى المنظمين كانوا يقولون لهم حطوا الدقوس، حطوا هذا، يعلمونهم شلون الاكله كامله تصير. ما كان في قواهم والله المنظمين. ابي تحيه يعني منكم لان هم قاعدين يتابعونكم. نعم. في فرق توقيت، احنا الحين باليابان المفروض نايمين يعني. صح. يعني في 6 ساعات قدام، لكن هم في ثاني يوم على طول يتابعون ليالي الكويت، يتابعون التقارير اللي احنا قاعدين نطرشها هني، فيحتاجون منكم يعني اكيد تحيه لان دوامهم 6 ساعات، دوام كبير. زين وايام كبيره. الحين كنت باليابان، علمنا شلون نسوي لهم تحيه بالياباني، شلون يسوون؟ كونيتشوا انا يعني تعلمتها. كونيتشوا واريغاتو، هذه يعني شكرا. هذه اللي
اي اريغاتو. يلا كونيتشيوا جاتو. مرة ثانية. اريغاتو. اريغاتو كونيتشيوا. هذه تبيها كامله. لا شوف لان شوف هو في لا لازم مع بعض في الحين نادر اللي قاعد يشوفون. ياباني من هالجبله وفي ياباني من هالشرب. لا ما عندهم. انت من الجبله ولا شو؟ بالجبله يقول لك جاتو. يلا اريغاتو. شو يقول؟ هم كونيتشيوا. كونيتشوا. كونيتشوا يعني شوف الكلام كله يعني ما شاء الله المنظمين هناك ما يقصرون يرحبون بكل الزوار. وابي اذكر بعد نقطه قاعد تشوفون يمكن الفواصل اللي قاعد تعرض الحين يعني اخواننا اللي كانوا معاي المخرجين سعود الرمح يوسف صالح اكيد رئيس فريق الاعداد حسين القطان ما قصروا على اخذ يعني هذا المحتوى الاعلامي التقارير المختلفه الفلاشات اللي راح تنزل ان شاء الله على تلفزيون الكويت في هذه الايام. فان شاء الله كلها تكون صوره جميله قدرنا ننقلها لكل الوضع العام اللي موجوده. تذكر وتشكر عبد الله الطراح اللي كان موفد برنامج لا الكويت وموفد تلفزيون الكويت في اكسبو اوساكا اليابان في جناح دوله الكويت. عبد الله قواك الله وعساك ذخر، وانا عارف وصولك من اليابان وفارق التوقيت ولحد الحين النوم مو معتاد، لكن وجودك اليوم معنا اضفى شيء الكثير عشان نعطي المشاهد الكريم ونطلع اكثر عن هذه الرحله وعن جناح دوله الكويت اللي في اكسبو. مشكور وايد عبد الله. انتم اللي مشكورين ما قصرتوا. يعني برد اشكر معالي وزير الاعلام وايضا المفوض العام لجناح دوله الكويت السيد سالم الوطيان، ابو عبد الله الاستاذ الكبير تركي المطيري. يعني هذه الجهود اللي لولا ما تم نقلها بكل هذه التفاصيل بكل هذه الاريحيه اللي موجوده، فشكرا لهم وشكرا بعد لكم يعني استقبلتوا هذه التقارير البسيطه بكل رحابه وبكل كلمات تذكر وتشكر. بارك الله فيك عبد الله والفريق والوفد الاعلام اللي كان معاك. فبارك الله فيكم في جهودكم وترقبوا عبد الله ان شاء الله ايضا في حلقات برنامج جليل الكويت. كل شكر لك عبد الله. يعطيكم العافيه. خليكم حلقتكم. اي بنكمل. وين رايح؟ اخذ معاي الكاكاو ولا لا خله زي ودانا. لا هم خلها. سير لي على سليمان العنزي لانه مخرجنا. مشكور عبد الله. سليمان العنزي راح يكون ايضا بعد شوي ضيف. قواك الله عبد الله. سليمان العنزي تفضل يا دلال. سليمان العنزي راح يكون ضيف ايضا من حلقتنا اليوم قبل او بعد الحلقه او بعد الضيوف المتميزين اللي راح نحكي عن موضوع وايد مهم. سليمان العنزي يرسم بالضوء وبالرمل بعد. يعني عادي ترى يرسمنا واحنا قاعد نقدم. والله سليمان كانك تسمعني اذا تعرف ترسمنا وانت على الهواء. الهواء نادر. هذا وحده بوحده كنا ما شاء الله. نادر. انا قاعد اشوف صورتك. اشوف. بلا والله سليمان جايبني ييب ما شاء الله تبارك الرحمن. تسلم ايدك سليمان. انا ترسمني. انت بنهايه القفال انت مسك الختام. اي مسك. انت مسك الختام. عدل. الله يطول لي عمرك. انت مستاهله. اي بارك الله فيك. شويه. فسليمان قواك الله وبنسولف مع سليمان العنزي اكثر. لكن بنذكركم بحدث ايضا باكر دلال. نعم الحقيقه ان الفعاليات في الكويت ما شاء الله ما قاعد توقف. صحيح. من الفعاليات الفنيه، الثقافيه، الترفيهيه. بالضبط.